مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه ستوري ستوري. لو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو في حاجه انت عايزنا نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. النهارده هنتكلم عن فيلم الستات في خطر، وهو فيلم من مفقودات السينما المصريه بطوله فوزي الجزائري. تم عرضه المره الاولى سنه 1942. مده عرض الفيلم 105 دقيقه، يعني ساعتين الا ربع. الفيلم من إخراج إبراهيم عمارة، وتأليف إبراهيم عمارة وفوزي الجزائري. أما عن طاقم العمل فهو فوزي الجزائري وبنته إحسان الجزائري وتحية كاريوكا ومختار عثمان وعبد العزيز خليل وأنور وجدي وسعاد زكي، فؤاد الجزائري أخوه، وسعاد أحمد وسعيد أبو بكر وعباس فارس وأمينة شريف. تدور أحداث الفيلم أو قصة الفيلم حول سيدة اكتشفت خيانة زوجها بعد أن أنجبت ولدين، فقررت تأديبه، ولكن اكتشفت برضو ان كل زوجات اصدقائه بيعانوا من نفس الحاجة، يعني هو وصحابه بيخونوا زوجاتهم، فكلهم اتفقوا مع بعض ان هو يعملوا عملية تأديب للرجالة، بمعنى ان هما كلهم يسيبوا بيوت الزوجية ويدوا للرجالة درس ما ينساهوش، ان انت مهما تلف ملكش غير بيتك ومراتك وولادك. وبالفعل في نهاية الفيلم بترجع الأحداث لطبيعتها، وبيسيبوا كل حاجة وبيرجعوا لزوجتهم. الفيديو النهاردة بسيط جدا، بس عايزين نقول كلمة في آخر الفيديو. ربنا يسعد كل الناس في بيوتها، وما يحرمش حد من أهله أو أي حد من الناس اللي بتحبه أو بيحبه. شكرا جدا لاستماعكم الفيديو البسيط ده، ويا رب يكون عجبكم، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.